ايه ده؟ هو لسه في ناس بيتنصب عليها من موضوع الشحن؟ انت فكرتني بعبد الشكور. وبعدين يا جدعان مش هينفع اللي احنا فيه ده. الواحد كده معهوش فلوس ولا اي حاجه، الدنيا ناشفه خالص. طب ما نعمل حركه حلوه، انا اقوم اصور لي كام جوز حمام حلوين كده واعرضهم بنص التمن، واشوف لي اي مغفل ابعتهم له شحن وادي له كشاف على وشه، ولما اكلمه من الاكونت فيك، او لما ادي له الكشاف هوب يروح عامل لي بلوك يا باشا وقافل تليفوني اسبوع اسبوعين. كده كده انا معايا خط فيك، وادينا بنقلب رزقنا اهو. بدل ما الناس اللي معاها قرشين يجيبوا بوم حمام ويطيروه، لا يدوم لابو الجو. كده نزلتهم بقى، يا مسهل اي مغفل يرن عليا ولا يكلمني. ايه يا جدعان، هو الحمام كله بقى غالي غالي، هو في ايه؟ ما فيش حد عارض حمام بسعر حلو وسعر كويس. ايه ده؟ دي ايه صفقة الحمام دي؟ ده تقريبا بنص التمن. ده تلاقي الراجل ده مزنوق في فلوس عشان كده عرضه بنص التمن. طب والله فكرة، طب ما انا اكلمه واحاول اوقع من تمنهم واخدهم منه. ثواني، ادي الرقم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. يا غالي بقول لك، هو انت كنت عارض حمام للبيع؟ ايوه يا حاج، ده حمام كله شغال ضمان والله، ده انا لولا الزنقه اللي انا فيها ما كنتش هفرط فيه. لا بسم الله ما شاء الله. طب اخرهم كام كده ان شاء الله واخدهم كلهم مره واحده؟ والله العظيم يا ريس انا منزل في سعرهم علشان مزنوق بس مش اكتر والله. بص والله انا طالب فيهم 3000 جنيه، بس شوف وانا تحت امرك. يعني اخرهم 3000؟ طب انا هاخدهم ب 2000 ونص والفلوس جاهزه يا باشا. والله يا عم ما انا مزعلك، انت شكلك راجل محترم وسمح كده وطريقه كلامك ذوق، ربنا يبارك لك فيهم يا عم. قول لي يا حاج انت منين؟ انا من القاهره. يا حاج، ده انت بعيد قوي عني، هتاخدهم ازاي؟ ده انا من الحلايب وشلاتيت. بس انا ممكن اعمل معاك واجب ابعتهم لك شحن. تمام مفيش اي مشكله. ده انت زبون سوق اقسم بالله. حول لي بقى الفلوس على الكاش، وانا ان شاء الله اصور لك الحمام وانا بحطه في الكراتين، واخليك تكلم السواق واصور لك رقم العربيه. لا بص يا باشا، انا مش عبيط معلش. انا مش هحول لك اي فلوس غير لما تخليني اكلم السواق والسواق يقول لي ان الحمام معاه، بعد كده هحول لك اللي انت عايزه. حقك طبعا يا معلم، الا بتاع الناس. انا يا باشا هجيب كراتين دلوقتي احط فيهم الحمام واروح الموقف اخليك تكلم السواق واصور لك رقم العربيه عشان برضه تبقى مطمن. تمام مستنيك. ماشي يا حاج، السلام عليكم. هو فاكرني عبيط؟ انا لازم اضمن حقي طبعا. بس هو يعني شكله راجل محترم، يعني اكيد يعني مش نصاب. اه الحمام ده بقى يا باشا، اول لما اجيبه انزل بيه السوق اكسب 3 اضعافه على طول واخده ب 2000 ونص، ده لوز. بعدين بقى في الراجل الناصح ده اعمل معاه ايه؟ فكره ولا حكشه. اسطى يوسف، بص يقعد ركز ياد وافهم. هخليك تكلم حد تقول له انت ايه، سواق عربيه ميكروبوز، والحمام معاك وهتتحرك كمان ساعه من موقف. ولو سألك انت منين قول له يا باشا انا بحمل من حلايب وشلاتين. فهمت يا ده ابو مخ زنخ؟ يا اسطى عيب عليك، فهمت كل حاجه، ما تصغرناش، اديني بس الجثه وانا هتعامل لك معاها. اصبر هرن عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه يا حاج، خد يا حاج السوا معاك اهو. هات. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه يا حاج، انا سواق ميكروباص يا حاج. ايه الراجل اداك الحمام؟ كرتونتين. اه يا حاج الحمام معايا ان شاء الله. تمام. انا بالظبط يا حاج ساعه ان شاء الله واتحرك من موقف، واول لما اوصل الموقف بتاع القاهره هرن عليك تجيلي، انا كده كده بطول هناك. تمام توصل بالسلام. تمام يا كبير، خلاص انا هحول لك الفلوس دلوقتي اهو. تمام يا حاج، ربنا يبارك لك فيهم يا رب.
ها وصلوا؟ تمام يا حاج، تمام، ثواني خليك معايا. حاج تمام وصلوا يا حاج. الله يبارك لك يا حاج، السلام عليكم. اشرب يا حاج. احلى بلوك يا باشا من على الفيسبوك، ونقفل التليفون خالص. اسبوعين 3 كده بقى يروح بقى، هو بقى حلايب وشلاتيت بقى يدور عليا بقى هناك بقى يروح. يا لهوي يا جدعان، لحد دلوقتي السواق لسه ما رنش عليا. طب اعمل ايه؟ طيب ارن على الراجل اللي باع لي الحمام، صح؟ يا نهار اسود، تليفونه مقفول. بس ان شاء الله يبقى شبكه ان شاء الله. طب انا اكلمه على الفيس. عمل لي بلوك؟ عمل لي بلوك؟ يعني ايه؟ انا اتنصب عليا؟ اتنصب عليا؟ وهو ده يا صحابي اللي بيحصل بالظبط على جروبات الفيسبوك. طول ما الطماع موجود النصاب مش قلقان من اي حاجه. انا امبارح لسه شايف بوست واحد منزل سلكات زي دي، اقسم بالله زي دي بالظبط، ماشي، وسلك محمل، والعين الواحده ب50 جنيه نهائي. انت متخيل؟ ب50 جنيه حتى على الطلاق ما جايب عين خشب. العين دي النهارده ب125 جنيه. ويقول لك ممنوع الفصال نهائي، ومكاني بورسعيد. مكانه بورسعيد. طبعا الناس كلها هتقول لك ايه، المكان بعيد ومتاح شحن جميع المحافظات. فحضرتك طبعا هتكلمه، هتقول له عايز 10 عيون 20 عين. من تطميعتي بقى هتقول العين ب50، اجيب لي 10 20 انزل ابيعهم في السوق اكسب الضعف 3 4 مرات، يبقى انا كده ايه الذكي. لا، احب اقول لك انك محدش بيرمي الحاجه برخص التراب كده غير ما يكون عايز ينصب عليك او يطمعك. انا لو هبيع جوز حمام هو يسوله 1500، يوم ما اكون مزنوق في فلوس هرميه ب 1300 جنيه 1400 جنيه. لكن مش هروح اقول لك ابو 1500 هدولك ب400، ما انا كده عايز انصب عليك وش. يا جدعان محدش يتعامل في الشحن نهائي من ناس معدومة المصدر او انت ما تعرفهمش. طبعا في ناس اسمها اشهر من نار على العلم في موضوع الامانه والشحن والكلام ده. الناس المضمونه واللي اسمها معروف تمام مفيش اي مشكله، مع ان انا كيوسف ما بحبش حوار الشحن نهائي. ليه بقى؟ الحمام ممكن يعيا في الطريق، ممكن يبقى حاطولك في الكرتونه سليم يجي لك انت مروش، ودي حصلت اقسم بالله. حاجات كتير، الحمام هيتبهدل. انا يا باشا حاجتي اروح اجيبها بعينيا. لو فين انا فرد الحمام لو عجبني زي اي فرد حمام لما بيعجبني بروح اركب مواصلات واروح اجيبه، ده الصح. اروح اقلب فرد الحمام امسكه قدام عينيا، مش مجرد صوره في فيديو. انا ممكن اعمل لك فيديوهات وارقام واقف في موقف اصور نمره عربيه واللي وهنصب عليك. خلي بالكم يا جدعان، اقسم بالله النصابين اليومين دول كتروا قوي 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 قوي. والله العظيم انا بشوف ناس بيتنصب عليها في 3000 جنيه و4000 جنيه. ايه يا جدعان ده؟ تبعت لحد كده 3 4000 جنيه وانت ما تعرفوش اصلا، وفي اخر يروح رازعك بلوك. خلي بالكم يا جدعان، الفيديو ده للتوعيه، محدش يتعامل شحن.